السلام عليكم إخواني أخواتي الكرام في حلقة جديدة على مدونة أو قناة علوم وتقنيات. هذه الحلقة إن شاء الله خصصتها حول أو لبعض المتابعين الكرام الذين دائما أجد سؤالهم حول أفضل طرق الربح من الإنترنت، أو بالنسبة للمتابعين دورة بلوجر. هناك البعض يقول بأنه لديه الآن مدونة جاهزة. طبعا يقول لك اشرح لي الطرق التي تراها مفيدة أو سريعة أو سهلة للربح من الإنترنت. أنا هذا الدرس إخواني الكرام لم أخصصه فقط لأصحاب المدونات، حيث سأقدم لكم بعض من خبرة متواضعة لي حول هذا المجال. سأشرح لكم الطرق المتاحة التي أعرفها بالنسبة لي شخصيا، والتي أتمنى في هذا الفيديو في الردود أو على التدوين الخاصة به أن أجد بعض يقدمون لنا إن أخطأت في شيء مثلا يقدمون لنا خبراتهم تجاربهم في النت. حيث الآن كما قلت سأشرح لكم الطرق التي أعرفها أنا، والتي يمكن أن تناسبك أنت على حسب إمكانياتك أو المجال الذي محترف فيه. نبدأ على بركة الله حول طرق الربح من الإنترنت. إخواني الكرام، قبل أن تدخل إلى هذا العالم عالم الربح من الإنترنت، يجب أن تتوفر لديك أولا أن يكون لديك حسابات على البنوك الإلكترونية على النت. طبعا ما هي البنوك الإلكترونية؟ هي مثل البنوك التي هي على بلدك، يمكنك عبرها من استقبال أو إرسال الأموال. وهناك أيضا بطاقات إلكترونية أيضا يجب أن تحتاجها مثلا أيضا نفس الشيء لاستقبال أو لإرسال الأموال. طبعا هناك علاقة مشتركة بين البنوك البطاقات، حيث أنها بعض إن قلنا كل البنوك الإلكترونية تحتاج إلى أن تكون لديها رابط مع تكون الربط مع البطاقة الإلكترونية التي لديك. طبعا بالنسبة للبنوك لدينا عدة بنوك، لكل بنك لديه المساوئ الخاصة به والإيجابيات. طبعا أنت ابحث عن الذي يناسبك. هناك الباي بول هو الذي أنصح به دائما. لماذا؟ لأن أغلب الشركات الربحية الخاصة بالإنترنت تجد أن وسائل الدفع لها أول شيء تجد الباي بول، أغلبها. هناك أيضا البايزا، هناك ليبرتي، هناك الويب ماني، وأيضا هناك الكثير من البنوك التي ليس هدفنا من هذا الدرس أن نشرحها. وبالنسبة للبطاقات هنا لدينا الماستر كارد، بايونير، ناتلر، فيزا كارد. هناك الكثير من البطاقات. طبعا الماستر كارد نجد فيها البايونير والناتلر، هي بنوك هي بطاقات تقدم لك بالمجان. يمكنك استخراجها بطريقة سهلة. ستجدون رابط في التدوين حول طرق استخراج مثل هذه البطاقات. أنصحك بالبايونير أو النتلر. بالنسبة إن كان لديك في بلدك بنوك إلكترونية، عفوا بنوك عادية تقدم هذه البطاقات، فهذا أفضل أيضا. لكن يجب أن تقوم بسؤال العامل أو الشخص الذي تتصل به في البنك. إن كانت مثل هذه البطاقات يمكنها استقبال المال مثلا من الشركات الربحية. أرجو فقط أن يكون الشخص الذي تتكلم عنه على علم بمثل هذه الأمور، لأني لدي تجربة خاصة مع هذه مع هذه المحادثات. لا يعرفون شيء عن الإنترنت. تقول له البايبول يقول لك ما هذا البايبول. المهم أنت اسأل إن كان يستطيع أن مثلا هذه البطاقات أن تربط مثلا مع بنوك إلكترونية. أرجو فقط أن يكون الرد إيجابي. المهم هذه النصائح الأولى، يجب أن تكون لديك بنوك إلكترونية. ننتقل الآن إلى طرق الربح من الإنترنت. نبدأ أول شيء الربح من اختصار الروابط. طبعا هذه الطريقة ليست بجديدة، أنا فقط أضع هذه الدروس بشكل عام حتى نفهمها جميعا. إن كنت تعرفها فلا بأس من إعادة النظر إلى هذا الفيديو. المهم الربح من اختصار الروابط. طبعا ما هو الربح من اختصار الروابط؟ الربح من اختصار الروابط، هناك شركات أو مواقع ماذا تقوم مثلا بإعطائها أي رابط، اشترك فيها، أعطيها مثلا أي رابط لمجموعة في فيسبوك، رابط لبرنامج للتحميل، أي شيء، تقوم بتحويله إلى رابط مختصر. طبعا هذا الرابط المختصر ماذا تفعل به أخي الكريم؟ قم بنسخه وقم بنشره في موقعك، في قناتك على اليوتيوب، في الفيسبوك، على تويتر، على المواقع الاجتماعية. المهم على المواقع أو الأماكن التي يكون عليها الزوار كثر، أو المجموعات التي تكون
فيها أعضاء كثر حتى يمكنك من استغلال هذه الطريقة. طبعا كيفية عملها: عندما يقوم الزائر بالضغط على ذاك الرابط المختصر، يأخذه أولا إلى صفحة خاصة بإعلانات ذاك الموقع. طبعا تلك الإعلانات هي التي بها ذاك الموقع يعني يمول يعني الموقع الخاص به. من تلك الإعلانات يقوم يعني باستقبال الأموال. هو ماذا يقوم عندما تقوم مثلا يعني نبقى في الرابط الذي يضغطه الزائر. عند الدخول إلى صفحة يجد صفحة إعلانية، يجد أيضا هناك يعني في الأعلى تجد 5 ثواني، يعني بعد 5 ثواني يمكنه الانتقال إلى الرابط الذي يريده. طبعا تلك ال5 ثواني وظهور تلك الإشارات، كل 1000 زيارة لمثل هذه الروابط لديك عائد مالي عليها. طبعا بالنسبة للربح من اختصار الروابط والشركات التي والمواقع التي تتعامل معها، هناك بعض النقاط التي يجب أن تتأكد منها. هناك بعض المواقع التي مختصة في الربح من اختصار الروابط التي تدعم يعني الزيارات الأجنبية، حيث الزيارات مثلا من أمريكا، كندا، أوروبا تعطيك يعني عائد أكبر من الزيارات الخاصة بالدول العربية. وهناك يعني بعض المواقع سأضع لكم يعني الروابط الخاصة بها. هناك بعض الروابط يعني المواقع الخاصة باختصار الروابط التي لديها عائد لا بأس به من الزيارات لل يعني الزوار العرب. هذه أول يعني أول طريقة للربح من الإنترنت، وهي يعني مفضلة لأنها عادة لا تحتاج إلى موقع خاص بك أو يعني قناة على اليوتيوب أو مجموعة خاصة بك على الفيسبوك، فقط قم بالنسخ ونشرها. هذه الطريقة الأولى. طبعا طرق الدفع كما قلنا، جميع المواقع التي سنتكلم عنها طرق الدفع خاصة بها هي دائما على هذه البنوك التي تكلمنا عنها. نذهب إلى طريقة أخرى: الربح من الإعلانات على المواقع. طبعا هذه يعني من أفضل الطرق للربح من الإعلانات، ولكن تحتاج أن يكون لديك موقع خاص بك. طبعا هذا المجال هو مثلا لديك موقع على النت، موقع يجب أن يكون عليه زوار كثر، وأيضا يجب أن يكون يعني من مختلف البلدان، يعني هي من الأفضل أن يكون لديك من الزيارات من الدول الأجنبية، لكن غير مهم. المهم أن يكون لديك موقع عليه زوار كثر. طبعا عندما يكون لديك موقع عليه زوار كثر، يمكن أن تجد بعض المواقع التي تقدم لك أو يعني تشترك معها على أساس ناشر. ماذا تقوم هذه المواقع؟ هذه المواقع في الأصل ماذا هي؟ هناك مستثمرين يعني أصحاب مواقع، أصحاب شركات يريدون إعلان عن منتجاتهم أو مواقعهم، يذهبون إلى هذه الشركات، يعطوهم تلك الإعلانات، يعطوهم مقابل مادي. هذه الإعلانات ماذا يفعل بها هذا الموقع؟ يقوم بنشرها على المواقع المشترك معها. مثلا أنت كصاحب موقع يمكنك الاشتراك مع هذه الشركات وتقدم لك تلك الإعلانات، وطبعا ستتقاسم معها الأرباح. ما دام يعني لديك نسبة ظهور كبيرة، حيث هذه المواقع تعتمد على 3 طرق. الطريقة الأولى عدد المشاهدات. طبعا إن كان لديك عدد مشاهدات كبير على موقعك وعلى تلك الإعلانات، ستحصل على عائد مادي لا بأس به. هناك على النقر، يعني عندما ينقر الزائر على تلك الإعلانات التي هي على موقعك، ستحصل أيضا على عائد مادي. ومن الأفضل عدم التلاعب، يعني هناك البعض يقوم بالنقر على تلك الإعلانات، يعني صاحب الموقع يقوم بالضغط أو يقوم مثلا باستدعاء أحد أصدقائه ويقول له يعني اضغط عليها. طبعا هذه المواقع لديها يعني خوارزميات ذكية يمكنها من معرفة إن كنت تتلاعب عبر تلك الإعلانات، وستقوم بحظرك، لذلك لا تقوم بهذا الأمر. والطريقة الثالثة وهي عبر رابط الإحالة. طبعا هذا رابط الإحالة بما أنني يعني لم أخصص له درس أو يعني شرح، سأشرحه فقط الآن. رابط الإحالة عندما تقوم بالتسجيل في موقع، يعني ليس فقط الموقع الربح من الإعلانات، يعطيك دائما رابط خاص بك، رابط خاص بك يسمى رابط الإحالة. ذاك الرابط ماذا تقوم؟ قم مثلا باستدعاء صديق لك أو نشره في موقعك أو نشره على صفحات مثلا فيسبوك، تويتر. عندما يقوم ذاك الشخص بالتسجيل عبر رابطك، فهو يعني ماذا يقوم الموقع؟ يقوم الموقع بإعطائك بعض الأرباح نسبة للأرباح التي سيتحصل عليها ذاك المسجل عن طريقك. طبعا قام بالتسجيل عبر رابطك ولم يكن لديه نشاط على ذاك الموقع الذي قام بالتسجيل فيه، فلن تأخذ شيء. أما إن كان نشط فعادة تأخذ من 20 25 30 على حسب الشركة بالمئة من أرباحه. طبعا لن تأخذ أرباحه، بل فقط سيقومون بتقييم 20% من أرباحه وسيعطوها يعني لك، ولن يأخذوها منك.
هذه الطريقة الثالثة حول الربح من الإعلانات، وهي يعني طريقة مريحة. أنت يعني ضع إعلاناتك وقم بالتدوين، ويعني الربح يكون بشكل أوتوماتيكي بدون تعب منك. أنت فقط ركز على محتوى يعني موقعك. نذهب إلى الربح من الفوركس والتداول. طبعا هذا المجال بالنسبة لي ليس لدي خبرة فيه. ولماذا؟ لأنه يحتاج إلى تركيز كبير رغم أن أرباحه كبيرة. طبعا الربح من الفوركس والتداول هذه الأمور هي مثلا تدخل إلى مثل هذه المواقع الفوركس. هي على العموم يمكنك أن تقوم بشراء أسهم لشركات ما وتتوقع مثلا ارتفاع أرباحها أو انخفاضها. هنا تحتاج أن تقوم بدائما دراسة السوق. مثلا تجد جوجل، فيسبوك، مثل هذه الأمور تضع أسهمها. إن اشتريت جزء من تلك الأسهم، يعني جزء صغير طبعا، ففي حالة إن تم ارتفاع قيمة أسهمها فستحصل على عائد مادي. وفي العكس صحيح طبعا، إن قام يعني إن انخفضت فستخسر. طبعا هذا يعني تبقى على حسب التداول الخاص بك. وأيضا هناك التداول بالعملات، انخفاض العملات، يعني صعودها، كل هذا يلعب دور في أرباحك. طبعا كما قلت هذا يعني المجال يحتاج إلى دراسة كبيرة في السوق. وكما قلت لكم يعني إن نجحت في مثل هذا العمل فسيكون لديك أرباح كبيرة. هنا لا تحتاج إلى موقع، لا تحتاج إلى قناة، لا تحتاج إلى فيسبوك، فقط أنت والموقع وأرباحك. طبعا يشترط عليك دائما أن يكون يعني أن عند الاشتراك مع هذه الموقع أن يعني تقوم بالدخول بمبلغ مادي وشراء بعض الأسهم. هذه يعني الطريقة الخاصة بالربح من الفوركس. نتكلم عن الربح من اليوتيوب. الربح من اليوتيوب هو مجال واسع، يعني ليس مخصص مثلا ليس مثل المواقع التي شرحناها. إن كانت لديك مثلا قناة على اليوتيوب أجنبية عربية، المهم إن كانت أجنبية فأفضل، وإن كانت عربية طبعا يبقى على حسب التخصص. إن كان لديك يعني قناة لديك متابعين كثر على تلك القناة فيمكنك يعني استفادة للربح من اليوتيوب. طبعا كيف؟ أولا الشيء المعروف وهو البارتنر. طبعا إن كان لديك قناة واسعة وكبيرة ومواضيع وشروحات جميلة يمكنك الاشتراك مع جوجل ادسن. يكون لديك حساب مستضاف. عند الاشتراك معها سيقوم يعني شركة جوجل بشكل أوتوماتيكي بوضع إعلانات تجدها على الفيديو. طبعا جميعنا عندما ندخل إلى اليوتيوب نجد بعض الإعلانات التي تظهر على الفيديوهات. تلك الإعلانات كل 1000 مشاهدة أو عدد النقرات سيحصل صاحب تلك القناة على عائد مادي من تلك المشاهدات أو النقرات. هناك طرق أخرى يمكنك الربح من اليوتيوب. طبعا سنشرحها يعني الآن، لكن سنتكلم عنها يعني بالمختصر مفيد. مثلا لو كان لو أنك شخص ما قال لك يعني أو موقع أو مواقع الشوبينج أو أصحاب منتوجات يريدون مثلا نشر تلك المنتوجات. طبعا أولا بالنسبة لي كزبون أو أريد شراء أي سلعة، فنحن يعني كشخص يريد شراء نحب أن نرى مراجعة لتلك السلع، يعني كيفية دورها، فوائدها، عيوبها أو المحاسن الخاصة بها. يقوم الشخص الذي لديه قناة على اليوتيوب بمراجعة تلك السلعة، يعني يعطيك جميع مواصفات تلك السلعة. الآن كيف يربح عبر تلك المراجعات؟ هناك طريقتين أو يمكن هناك طرق أخرى. إن كان لديك علم بها يمكنك مشاركتنا معها في رد عبر أولا إما أن تقوم بمراجعة تلك السلع. إن كنت اشتريتها يقدم لك يعني الموقع عائد مادي مقابل تلك المراجعة. أو هناك بعض المواقع ماذا تقوم لك بإرسال ذاك المنتوج مثلا هاتف، كاميرا أو شيء بالمجان، وتقول لك مقابل هذا يعني أعطيها لك بالمجان، مقابل ذلك قم بمراجعة لها، يعني تصوير فيديو لها، قم بالتكلم عنها، محاسنها، مواصفاتها وهذه الأشياء. الربح من اليوتيوب يعني هو عالم واسع. يمكنك أيضا شرح موقع مثلا موقع استثماري كما كما مثلا لديك موقع استثمارات فوركس أو أي من هذه المواقع تعطيك دائما رابط إحالة أن تقوم بشرح مزايا تلك ذاك الموقع، يعني كيف يتعامل مع طرق الربح منه. وفي يعني في الشرح في الأسفل ضع رابط الإحالة الخاصة بك. طبعا عندما يقوم الزائر أو المشاهد بإعجاب بتلك الطريقة فسيقوم بالتسجيل. طبعا سيقوم بالتسجيل عبر رابطك، وهكذا تحصل على شخص مسجل. وكما يعني شرحنا حول كيفية الربح عبر روابط الإحالة، هكذا يمكنك الربح عبر اليوتيوب. هناك طرق كثيرة يعني الربح من اليوتيوب، يعني أنا شرحت
لك هذه الطرق بالنسبة لك كمبتدئ. الربح من بيع الدومينات، طبعا هذا المجال يعني هو ليس يعني على حسب يعني المحتوى العربي ليس بالمشهور أو الذي يتعامل معه العرب بكثرة. أجد البعض يعني يربحون من هذا المجال مبالغ طائلة. سنشرح يعني كيف يمكنك الربح من هذا المجال. هنا تحتاج إلى بعض الخبرة، بعض يعني التركيز، حيث هناك من يعتمد على بعض المواقع التي يمكنها أن ترصد أو تعرف متى يعني الدومينات، هي الدومينات الخاصة بالمواقع التي نكتبها على الشريط حتى ندخل على أي موقع. هناك يعني الأشخاص يمكنهم توقع متى تنتهي مدة اشتراك ذاك الدومين. مثلا هذه السنة، هذا الشهر. ماذا يقوم بالدخول إلى أحد مواقع بيع الدومينات ويقوم بحجز الدومين الخاص به. طبعا لا يأخذه فيحجزه. ما معنى يعني يحجزه؟ إن مثلا ذاك الشخص صاحب الموقع لم يقم بتجديد الدومين، فسيقوم بإعطائه لأول شخص قام بحجزه. هنا مثلا الشخص صاحب الموقع لديه موقع كبير وزيارات كثيرة وزوار كثر يعرفون موقعه بذاك الدومين. عندما أنت تقوم بشرائه فهنا سيحدث له خسارة كبيرة، لأن يعني الدومين خاص به لديه ترافيك عالي. فماذا سيقوم ذاك الشخص؟ مثلا إن نسي بتجديده وأخذته منه، فسيقوم بالاتصال بك، أو يمكنك أنت حتى أن تتصل به ويعني تعرض عليه بيع له دومين خاص به. هنا يمكنك التحكم في المبلغ. مثلا هو يمكنه إن قام بتجديد يمكنه تجديده ب20 دولار يعني في السنة، أو 13 دولار. أنت يمكنك إعادة بيعه له. أنت مثلا اشتريته ب12 دولار، يمكنك إعادة بيعه له ب100 دولار. هنا أتكلم عن أشخاص يقومون بحجز الكثير من الدومينات مثل هذا الشرح الذي أقول لك. مثلا لديك 20 دومين، تخيل أن دومين اشتريته ب 13 دولار وبعته ب100 دولار، كم سيكون لديك يعني من فوائد جراء يعني بيع تلك الدومينات. هناك طريقة أخرى وهي عبر شراء الدومينات عبر تخفيضات الكوبون. يعني نعرف أن يعني كل الشركات المواقع التي تقوم ببيع الدومينات تقوم بتخفيضات كل مرة، حيث الدومين يباع ب 12 دولار تجد هناك تخفيض 99%، يمكنك شراؤه ب1 دولار فقط. أنت قم بشراء 10 20 يعني على حسب تكاليفك، وبعدها قم ببيعها مثلا لأصحاب المواقع التي تريد يعني شراء دومينات. بيعها يعني قم ببيعها بثمن يعني 10 دولار 20 دولار، يعني على حسب يعني أنت كيف تريد بيعها. هنا يعني لديك طريقة أخرى للربح من بيع الدومينات. نتكلم الآن عن الربح من بيع السيرفرات. هي هذه أيضا أحد مجالات الربح من الإنترنت، سنتكلم عنها. طبعا السيرفر، ما هو السيرفر؟ نتكلم أولا عن الاستضافة. ما معنى الاستضافة؟ أي شخص مثلا قام بتصميم موقع على الكمبيوتر الخاص به، الآن حتى يقوم برفعه على الإنترنت وحتى يقوم بظهوره على الإنترنت يحتاج إلى أن يقوم برفعه على استضافة. طبعا الاستضافة مثلها مثل قرص الصلب الذي لديك. أنت لديك فيلم، حتى تقوم بوضعه على الحاسوب يجب أن تقوم برفعه على الحاسوب ويخزن في القرص الصلب الخاص به. هذه يعني نفسها، حتى تقوم برفع أي موقع يجب أن يكون لديه ما يعني حيز استضافة تكون يعني بأحجام على حسب الحجم الذي يريد شراءه. أنت يمكنك شراء سيرفر. طبعا السيرفر هنا نتكلم عن شيء آخر. السيرفر هو مثل الحاسوب الخاص بك، لكن هو من الحواسيب العملاقة التي تملكها شركات كبرى. السيرفر تجد عليه يعني سعة تخزينية كبيرة جدا، يعني 20 تيرا 30 تيرا لا أعلم. المهم تجد عليها نسبة كبيرة. يمكنك أن تقوم بشراء سيرفر كامل خاص بك. طبعا عندما تقوم بشراء سيرفر هنا ماذا تقوم؟ يمكنك أن تقوم بتقسيمه إلى عدة أقسام، يعني عدة استضافات، وتقوم ببيع تلك الاستضافات لأشخاص يريدون رفع مواقعهم. أنت اشتريت سيرفر مثلا ب50 أو 500 دولار لا أعلم يعني السعر الخاص بها. تقوم بتقسيمها إلى عدة أجزاء، يعني حتى ترفع يعني موقع تحتاج فقط إلى 5 جيجا أو أقل. أنت تخيل لديك يعني 20 تيرا أو 5 تيرا، يعني 5000 أو 6000 جيجا، تقسيمها إلى 5 يعني جيجا ستتحصل على الكثير من الاستضافات يمكنك بيعها لأصحاب الذين يريدون رفع مواقعهم. وأيضا هذا المجال خاص أيضا إن كنت يعني تتعامل مع يعني الفكرة الأولى تقدمنا معها معكم،
هي الدومينات. إن كنت تريد أيضا تبيع الدومينات فهذا أفضل، حيث تقوم باستضافة موقع لشخص ما، وأيضا تبيع له دومين وتربط له يعني الاستضافة مع الدومين الخاص به. هناك يعني أشخاص الذين ليس لديهم خبرة في هذا المجال، أن تقوم يعني بمساعدتهم، وطبعا تحصل على عائد مالي جراء عمل هذا. نتكلم عن الشيء آخر، وهو الربح من بيع العملات واستلامها بالعملة المحلية. طبعا لا أعلم يعني إن كانت هذه الخاصية عند البلدان كثر، لكن هنا نحن في الجزائر في هذه الطريقة يعني لديها عائد مالي كبير للبعض. كيف تقوم بهذا العمل؟ هناك البعض من يشتغل في النت، يعني لديه محصول، يعني لديه مبالغ كبيرة على البنوك الإلكترونية الخاصة به. نجد هناك البعض من يحتاجون مثلا إلى تلك العملات يعني عبر البنوك الإلكترونية. مثلا أنا أريد شراء استضافة، ليس لدي أي حساب على الباي بول، على الماستر كارد، ليس لي. أقوم مثلا بفتحه لكن تجده فارغ. طبعا لن أقوم بالبحث عن طرق كيفية الربح من الإنترنت ومثل هذه الأمور. أنا أحتاج يعني أن المال الآن. نحن لسنا مثل يعني نحن العرب، هذا هو يعني مشكلتنا. ليس مثل يعني الأجانب، حيث هم باستطاعتهم أن يقوموا بشراء رصيد على بطاقاتهم، لكن نحن نحتاج يعني إلى من يقوم بإرسال المال لنا. أنت إن كان لديك مثلا 1000 أو 2000 دولار على الباي بول الخاص بك، هناك عدة مواقع يعني بيع العملات. مثلا تبيع كل 1 دولار بمبلغ معين على حسب العملة المحلية التي لديك. مثلا تبيع لأي شخص 20 دولار مقابل العملة المحلية يقوم بإرسالها لك عبر مثلا طرق الدفع التي لديك في بلدكم. طبعا هنا تربح مبالغ كبيرة جراء عمل هذا. أظن أن الفكرة يعني وصلتكم. هنا الربح من بيع الكتب الإلكترونية. طبعا هذا المجال هو يعني مجال صغير، لكن سندخله يعني ندخله في الدرس الخاص بنا. هناك من لديهم يعني أفكار رائعة في عدة مجالات، في السيو، في التنمية البشرية، في عدة أمور. يقوم بكتابة كتاب ويقوم بعمله تحويله إلى كتاب PDF. طبعا يمكن هناك العديد من الأشخاص المهتمين بمثل هذه الكتب. يمكنك رفع هذا الكتاب في هناك الكثير من المواقع التي تقدم لك هذه الخدمة، رفع كتاب، وعندما يقوم أي شخص بشرائه طبعا ذاك الموقع يأخذ منك جزء صغير من ثمن الكتاب، والباقي يعطيه لك. إن كنت يعني متميز في هذا المجال، لا تحتاج إلى موقع، لا تحتاج إلى قناة، فقط قم بكتابة يعني أفكارك في أي مجال، ويجب أن تكون محترف حتى يقوم الأشخاص بشراء ذلك الكتاب. قم برفع هذه الكتب على النت، وبعد شرائها ستستلم يعني النقود الخاصة بك. الربح من تقديم خدمات على النت، يعني هذا المجال أيضا رائع، خاصة كما قلت الذين ليس لديهم مواقع أو ليس لديهم يعني قنوات على اليوتيوب. أنت مثلا مصمم في النت، يعني لديك مصمم مواقع، يعني لديك خبرة في تصميم مواقع. أنت مثلا لديك خبرة في مجال التنمية البشرية. أنت لديك مجال في الكتابة، في الترجمة، في عدة أمور. هناك عدة مواقع، وأشهرها يعني موقع خمسات، أي خدمة مستقل. قم بالاشتراك في هذه المواقع، قم بكتابة الخدمات التي تريدها طبعا، وتجد الكثير من يعني الأشخاص مهتمين بخدماتك مقابل يعني 5 دولار 10 دولار، يقدم لك المبلغ وأنت قم بتصميم له ما تريد، يعني على حسب إمكانياتك والمجال الذي تحترف فيه. هذه أيضا من مميزات الربح من الإنترنت بدون يعني أي موقع أو أي شيء. نتكلم الآن عن الربح من رفع الملفات. طبعا هذه من أقدم يعني أنواع الربح من النت. الربح من رفع الملفات، هناك كثير من المواقع في الإنترنت المختصة في هذا المجال. ماذا تفعل؟ مثلا لديك فيلم، لديك أشرطة، لديك ملفات صوتية، لديك أي شيء، تقوم برفع تلك الملفات على هذه المواقع. هذه المواقع ماذا تفعل؟ تقوم باستضافة تلك الملفات. طبعا أنت تأخذ دائما رابط التحميل وانشره في المواقع، انشره في اليوتيوب، انشره في المواقع الاجتماعية في موقعك. عندما يقوم الزائر بتحميل أو الذهاب إلى رابط التحميل، فستظهر له يعني بانرات أو إعلانات كثيرة، ويظهر لها رابط التحميل. طبعا أغلبنا عندما نريد نحمل أي شيء يجب الانتظار 30 ثانية 45 ثانية. طبعا هذه المدة هي التي يقوم بذاك الموقع الربح، يعني عبر ظهور إعلاناته. هو يتقاسم معك تلك الأرباح، يعني كل 1000 تحميلة
على حسب الحجم أيضا ستأخذ مبلغ مالي عبرها. طبعا هذا المجال متميز خاصة إن كنت تحمل يعني ملفات يعني مستهدفة من طرف الأجانب، حيث الأجانب يعني إن قاموا يعني بتحميل 1000 تحميلة مثلا لرابطك فستأخذ يعني مبلغ رائع ومحترم. طبعا أنت لا ترفع ملف واحد، ارفع الكثير من الملفات وقم بنشرها. هذا أيضا مجال رائع للربح من الإنترنت. الربح من عمل مراجعة للمنتجات الإلكترونية، هذا أيضا من المجالات يعني الحديثة التي ظهرت الآن. طبعا هذا المجال لا يخفى عليك ما هو، تكلمنا يعني جزء منه في بعض يعني من قبل، لكن سنعيد الآن نتكلم عنه. أنت مثلا لديك قناة على اليوتيوب، يجب أن تكون لديك على الأقل قناة أو صفحة على الفيسبوك أو مجموعة على الفيسبوك أو صفحة على تويتر يكون فيها متابعين كثر. إن كان لديك مثل هذه الأمور ماذا تفعل؟ هناك كثير من المواقع الشوبينج التي تبيع منتجات وهي الأجنبية، قم بالاتصال بها عبر الدعم، تكلم معها، قل يعني تكلم عنها، ضع رابط مثلا قناتك أو أي شيء، قل لها بأن لديك قناة كبيرة، إن أردتم يعني مني أن يعني بالإنجليزية إن أردتم مني مثلا مراجعة أحد يعني منتوجاتك أو يعني منتوجات التي تقدمونها على الويب الخاص بكم على موقعكم، يعني أرسلوها لي بالمجان، سأقوم بمراجعة ورفع ذاك الملف أو ذاك الفيديو أو يعني صفحة مكتوبة، أو يعني هي من الأفضل أن تكون فيديو، وسأقوم برفعها ووضعها في صفحتي. طبعا بكل سرور هناك البعض يعني من المواقع ستقدم لك ذاك المنتج بالمجان، ومن الأفضل أن تكون ثقة كبيرة بينكم، يعني لا تقوم بخداعهم مثل هذه الأمور. قم بمراجعة يعني تلك المنتجات، ويجب أن تكون لديك يعني مراجعة رائعة حول ذاك المنتج، وقم برفعها مثلا على اليوتيوب، لا يهم، قم بإنشاء قناة على اليوتيوب، قم برفع ذاك الفيديو وانشره في صفحتك التي تكون لديك يعني عليها متابعين كثر. ومن الأفضل أن يكون لديك يعني قناة على اليوتيوب لديها متابعين كثر، فهذا أفضل. هذا المجال أيضا جميل، يمكنك كما قلت أخذها بالمجان ومراجعتها، أو يمكنك الطلب من الموقع أن يقومون يعني بدفع لك مقابل مادي مقابل مراجعتها. يعني قل لهم لا أحتاج إلى ذاك المنتج، فقط أريد المال جراء يعني مراجعتها. هي من الأفضل أن تأخذها بالمجان، قم ببيعها يعني في بلدكم، أفضل من أن تقوم يعني بطلب مبلغ مالي أنت يعني وحسب حاجياتك. كانت إخواني الكرام هذه هي الطرق المتبعة التي يعني على حسب خبرتي المتواضعة في هذا المجال يعني الربح من الإنترنت. قدمت لكم يعني بعض الطرق الربح من الإنترنت، يعني لم أقل أنها كلها، لأن يعني كل دائما نجد الجديد في هذا العالم. نصائحي لكم يعني إخواني الكرام على حسب أيضا تجربتي في هذا المجال، يعني كلنا بدأنا من الصفر. نصائح إخواني الكرام، أولا الصبر، يعني الصبر 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 مفتاح النجاح، يعني هذا أمر يعني يجب أن تقوم به. هناك البعض منا يعني يبدأ في هذا المجال، عندما يجد أرباحه قليلة يبدأ يعني ييأس، يترك المجال ده. أقول لك اصبر. ثانيا أن تكون لديك يعني هدف، لا تقم أبدا بالإخلاط أو الذهاب إلى جميع المجالات الربح. طبعا عندما تذهب إلى مجال الربح عبر رفع الملفات، اختصار روابط، هكا يعني ستجد خربطة، يعني لا تستطيع التركيز في مجال واحد. من الأفضل أن تقوم بالتركيز في مجال أنت تجد نفسك تحسنه على حسب خبراتك، على حسب إمكانياتك. هذا أيضا نصيحة أخرى. نصيحة ثالثة يعني نسيت أن أقولها يعني في مقدمة الفيديو، الربح عبر يعني الضغط على ليس الضغط على الإعلانات، يعني تلك يعني يعني الربح عبر رؤية الإعلانات. طبعا نجد الكثير من هذه تلك المواقع تعطيك رابط تقول لك انتظر 30 ثانية بعدها تربح يعني 0.00001 دولار. أقول لك يعني نصيحة مني لك، ابتعد عن تلك المواقع، فهي استغلالية. هي يعني تقوم يعني تعرف بأنك يعني أنت تأخذ شهر حتى تحصل إلى 1 دولار يعني، وتقول لك يعني الدفع يجب أن تصل إلى حد أدنى 10 دولار حتى يقوم بالدفع. طبعا تحتاج إلى سنة حتى تقوم يعني بالحصول على مالك. أقول لك ابتعد عنها ولا تضيع وقتك معها. هذه النصيحة الثالثة. طبعا هذه يعني الدروس، أرجو أن تشاركونا تعليقاتكم، خبراتكم، أي شيء، أي استفسار، أنا هنا في الخدمة. للمزيد يعني من المواضيع الخاصة بالربح من الإنترنت تابعنا على صفحاتنا الاجتماعية من هنا على قناة اليوتيوب، واشتراك القائمة البريدية، ونلتقي في درس آخر إن شاء الله.